أولادي الأعزاء، هنالك ملاحظات مهمة جدا في موضوع الأنسجة الحيوانية يجب مراعاتها. النسيج الضام الشحمي والهللي يشتركون بموقع واحد هو تحت الجلد. إذا سؤال وزاري يكون كالآتي: ما نوع النسيج فيه؟ أولاً النسيج الضام الشحمي أو النسيج الضام الهللي. إيش راح تقول موقع مالته؟ جواب: تحت الجلد. ملاحظة أخرى: كل تجاويف وحويصلات وجسيمات وأوعية هيكون نسيج ظهاري حرشفي بسيط. نوع النسيج إذا قال بالوزاري ما نوع النسيج؟ كل تجويف حويصلات جسيمات وأوعية، نوع النسيج يكون ظهاري حرشفي بسيط، ما عدا طبعا أكيد التجويف الفمي. كل بطانة، كل كلمة بطانة إذا جاب لك إياها بالوزارة تنتبه عليها. الجواب: نسيج ظهاري بسيط، ما عدا بطانة الإحليل نسيج ظهاري مطبق. وملاحظة أخرى: النسيج الظهاري المتحول أنا حرمز له على طول ميم حاء حاء، يعني ميم مثانة بولية، حاء الأولى هي حالب، الحاء الثانية هي حوض الكلية. اليوم راح ناخذ النسيج الظهاري تبعا لعدة طبقات، مكونا من نسيج ظهاري بسيط ونسيج ظهاري مطبق. مطبق معناه عدة طبقات. هسه نجي على النسيج الظهاري البسيط، يتكون من 4 أنسجة. أول شيء نسيج ظهاري حرشفي بسيط ومكعبي بسيط، ونسيج ظهاري عمودي بسيط، ونسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب. إذن النسيج الظهاري البسيط ها هي أنواعه: